صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي. معكم غينا. اليوم درت لكم هذه الوصفه تاع الطورنو بالطليه شويه فيرميسيل، وصفه تاع زمان والذوق تاعها يجي رائع، وغادي نوريكم كيفاش العجينه تخدموها باش يجيكم طري 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 ويذوب في الفم. اذا نبدو مباشره في الوصفه. بسم الله. هنايا انا عندي 2 حبات بيض، وغادي ندير فيها نص كاس سكر ونص كاس زيت. شوفوا هنا هاد لاغوسيت تاع الطورنو عمري ما بدلتها، تخرج لي دائما شابه وصادقه، دائما يخرج لي طورنو طري وشباب. اذا هنايا زدت له لافاني، نعطره بلافاني، نرطي فيه الليم، نعطروه غايه بالليم، نديروا له الليم والمازهر باش الطورنو يجي شباب، ما تجيش فيه بنه البيض، يجي معطر يجي بنين. مع هو ما فيه لا شوكولا لا والو، فيه غير الطليه. هذا غادي نديرها لكم بالطليه، وندير له عطر المازهر، ولا تقدروا ديروا المازهر ولا ما درتوش المازهر، ولا ما درتوش عطر المازهر، ديروا المازهر هكا خفيف بصح ما ديروش دروك. حتى كي نضرب البيض مع السكر ويطلع غايه، ندير الزيت وندير شويه مازهر، ندير شويه مازهر نضرب شويه، وندير الزيت وندرب شويه. انا درت هذا العطر، دونك هذا الطورنو نخدمه بالباتور باش يخرج لي طري. نطلع هنا البيض غايه كيما نطلعه بالبسكوي، ومن بعد نزيد له الزيت ونزيد له صوالح اخرين. بسم الله. شوفوا كي طلعته غايه، نزيد له الزيت وندير السرعه رقم 1 ونخلط هذا الزيت. قلت لكم اللي المازهر تقدروا ديروه دروك، ديروا الزيت موراه المازهر ولا المازهر موراه الزيت، المهم ما ديروهش في الاول باش البيض يطلع. غادي نزيد مايزينا، ندير هنايا 2 ملاعق اكل كبار تاع مايزينا باش يجيني خفيف. ندير ديريكت 2 كيسان تاع فرينه. بسم الله. وانا نخلي من هذا شويه ونشوف، وندير نصف باكي تاع خميره الحلويات اللي هي 5 غرام تقريبا هكا، اهي نصف واحد. وخر هادو نخلط لاقات ديجا. غير هنا شوفوا، غير تكونوا تخدموا فيه مع داك الليم والمازهر وكاع تشموا ريحه شابه. اختاروا غير ديك الحبه تاع الليم تكون شابه وريحتها شابه، تعطر لكم غايه الطورنو تاعو. هذا الطورنو يجي معطر، وزيدوا الطليه ثاني تكون معطره بالليم والمازهر، يجي تخي تخي. بسم الله. دونك 2 كيسان هذوك درتهم، نزيد شويه من دا، تقريبا عندي 2 كيسان ونص. بصح ما نشفش كاع العجينه بزاف، اي كاطو تاع زيت ما تنشفوش العجينه ديروها شويه طريه باش الزيت يشرب. غير لو طون اللي غادي تبداو تورقوا فيها هذاك الزيت يشرب، ماشي كيما المارغرين باش الكاطو يجيكم طري. دونك نديرها شويه ناقصه في الفرينه. هنا نزيد فتيته، بالك 2 كيسان ونص هكا تقريبا. كنديروها بالمعارف تجيكم 2 كيسان و2 ملاعق اكل تاع فرينه. بسم الله. شوفوا خاصه العجينه تاع الزيت ما تشوفوش القوام بهذا اليد، خاطر العجينه تاع الزيت تجي شويه تلصق في اليد. توجور روحوا لليد الزوجه اللي راهي نقيه. شوفوا هنا ديروا هاك، شوفوا هنا كاع ماشي يلصق ليك، الوغ كو هنا شوفوا كي راه يلصق لي في يدي. دونك ما تغلطوش روحكم تنشفوا لاباط. هي لهنايا شوفوا راهي ليجيرمون تلصق، بصح ماشي مخليت لي العجين في يدي. تما هنا صايه شوفوا راهي طريه، هكا نخليها ما نزيدلهاش فرينه باش يجيني كاطو طري. حيت لو طون غادي نخدمها قلت لكم غادي هذيك فرينه تزيد تشرب هذاك البيض والزيت وكاع. دونك نديرها هنا في كيس بلاستيكي، او فما نديرها لا كيس بلاستيكي لا والو، غير نغطيها بكيس بلاستيكي هكا باش نخليها ترتاح ونورقها ديريكتوم. دونك هنايا صاي ندير العجينه بين 2 بلاستيك. الا قدرتو نتوما ضعف الكميه خلوا النص مغطي بكيس بلاستيكي وخرجوا حلوا النص. بصح باسكو راني دايره قد 2 بيض تما غادي نحلها ديريكتومون. الشكل اللي غادي نديره، ندي هذا الوراق بلوتو هذا الطابع تاع قل، ونحل العجينه، نحلها السمك تاعها شويه غليظ باسكو راهي هذا ما غاديش نديرو حبه فوق حبه، دونك غادي تكون غير حبه واحده. دونك نديرو السمك شويه غليظ. دونك نوريكم السمك تاع العجينه كيفاش يكون.
اذا غادي ندير الطابع ونخلي مخليه الكيس بلاستيكي هذا الفوقاني ما قلعتهش كيما هكا. غادي نطبعهم غير باش الشكل تاعهم يجي شباب هكا ونطبع. بسم الله. وندير الفرن يحمى ونطيبهم. الطورنو طيبوه بين 180 و 200 درجه. شعلوا فونتيلاتور اللي عندها فونتيلاتور، اللي ما عندهاش طيبه غير من تحت. وراح ما نسحقوش نحمروه بيسكو غادي ندير له الكلاصاج من الفوق. اذا شوفوا هنايا غادي غير نعطيه شكل شباب للقلب. ندير هكا كوبات، نحفر هنا غايه ناكسونتوي هاد الحفره تاع الفوق، ونعاود نحكمه من تحت ندير له هكا، نعطيه هكا نديره كي القنت هكا باش الشكل يجيني شباب تاع القلب بهذه الطريقه. ونحطه يطيب. ملي نديروا الكاطو يطيب هنا نوجد هذه الطليه غادي نستعمل من المغرف هكا كبيره. غادي ندير ملعقه من كل حاجه. عندي ملعقه تاع ليم نورمالمون هكا ملعقه تقدني. الا خصني شويه نعاود نفس الخليط بصح نديره بالملعقه صغيره. بسم الله. دوك نقول لكم لا قدتني هكا وحده. اذا ملعقه ليم، ملعقه ماء ولا ماء زهر. انا ما عنديش ماء زهر، غادي ندير الماء وندير عطره الماء زهر. نزيد ملعقه كبيره تاع حليب. بسم الله. ونزيد ملعقه زيت. ندير هنايا معلف كبيره تاع زيت. ندير عطر الماء زهر هكا صايب بزاف. نخلطهم. هنا غادي نزيد سكر كلاص ونزيد توجور ملون غذائي ابيض يكون هو لا باز. من بعد بغيتو تزيدوا ملون واحد اخر تزيدوا، تبغوا تخلوا غير الابيض تخلوا، بصح توجور ديروا الابيض باش اي ملون تزيدوه من موراه تجيكم اللون شباب. نخدم بالصفايه باش يجيني باش تجيني هذا الخليط ما يكونش فيه الكواوير. درت هنايا شويه كولورون ابيض. انا درت هذا فروكتا بودر. كي تخلطوه وتكملوه هي كي نخلطوه هكا غادي يدخل لها الهواء. بعد شفتوا كي رمضوا خطرات يجوا فقاعات تاعو فوق الكاطو ما يجوش شابين. ديروا كي تكملوا ديروا هكا، قلعوا منها هذوك الفقاعات تاع الهواء بهذه الطريقه. وباش نعرف بلي القوام تاع الطليه صايره شباب ندير هكا بالملعقه وندير هاك نخليها تهون. اذا شفت بلي الملعقه تكلي الملعقه هي الحبه تاع الكاطو، اذا شفتها بلي قاعده مغلفه ولا الفون تاع الملعقه ماهش يبان هي قاعده مغلفه غايه، نقول صاي هذا هو القوام تاعها. اذا شفت هذا الطليه كاع هودت زيد لها السكر كلاص. هنا بغيت نوريكم الشكل تاع الحبه كي يجي شباب كي تعاودوا تسقموه بيدكم. شوفوا الشكل تاعها كي يجي شباب. وكي ديروه سادير ديروا الكيس بلاستيكي من الفوق الحبه كي تجي هكا بومبي. شوفوا الشكل تاعها يجي شباب. ومام كي تسقموا هنايا الكور شوفوا كاع الشكل تاعهم جا شباب. اذا هنايا غادي ندير فوقهم الكلاصاج وندير فوقهم فيرميسيل ونوريهم لكم. شوفوا هنايا من الاحسن ديروا غير 3 حبات وديروا فيرميسيل باش الكلاصاج ما ينشفلكمش. صديق هنايا درت غير 3 حبات. تمتم نبدا ندير في الفيرميسيل في الحبه الاولى. الفيرميسيل هكا فتوه بيدكم باش ما يجيش كاع طويل بزاف. وندير غير في هذا غير هنايا غير نص الفوقاني ما نديرهاش كاع. عشان كون ندير كاع الحبات ونجي ندير نلقاه نشف ما يلصقليش. دونك ندير غير هادو حبات الفوق غير الجهه الفوقانيه ونخدم ب3 حبات. بعد قد ما نكمل كاع هادو نرفد هكا بالسباتول نرفد هادو الحبات غير بالسباتول هكا بشويه ونحطهم في طبق واحد اخر باش ينشفوا باش ما يلصقوليش في هذا في الشباك. اذا هذا هو الطورنو. شوفوا شحال خرج كونتيتي ما شاء الله. اذا هذوك 2 حبات بيض خرجوا لكم من 23 حتى 24 حبه على حسب الحبه شحال تقطعوها. ويخرج شباب والذوق تاعها رائع فيه بنه الماء زهر بنه الليم ومام الشكل تاعها شوفوا كي جا راقي. انا خليته كي نشف درت له ملمع غذائي هذا جاي ذهبي درته فوقه بالبانسو. استعملت الابيض الذهبي خليت تمين طليه كاع نشفت ودرته فوقه. شوفوا حتى الشكل تاعه كي جا. شوفوا لي كور كي جاو بومبي كي قطعتهم بهذيك الطريقه
وسقمتهم بيدي، والذوق تاعه يجي ما شاء الله معطر بريحه الليم والمازح. اذا غادي ندي هنايا حبه من البلا ونقسمها لكم باش تشوفوا الطراوه تاع العجينه كي دايره. شوفوا يجي يذوب في الفم. هاد لا غوسيت انا عمري ما بدلتها تاع الطورنو. شوفوا كي طري. والطورنو دائما نحافظوا عليه في علبه نقفلوا عليها، تكون تاع بلاستيك ولا تاع زجاج كما تبغوا، المهم تقفلوا عليه وتخلوه في هذيك العلبه يبقى لمده طويله، يبقى طري، ما تخلوش للهواء. هذا مكان. اذا ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم، وديروا هذا لو غاطو ينجح معكم. طورنو شباب بزاف وكاع حنا جزائريين نبغوه، ويحضر دائما في الطاوله الجزائريه في الاعياد والافراح. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. نخليكم مقادير في اخر الفيديو. تهلاو في رواحكم، نعاودو نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديوهات اخرى. تهلاو في رواحكم وتبقوا على خير.